السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكيك كيجي رائع بزاف، بارد وخفيف ومنعش بما ان فصل الصيف قرب. كنبغيو هكا كيكات اللي كيكونوا باردين ومنعشين. كيك بالبرتقال كيجي رائع بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق، وخفيف كيدوب في الفم. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، دائما البيض يكون بالحراره ديال المطبخ او بالحراره ديال الغرفه. كنضيفوا واحد الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق، وكنضيفوا كذلك واحد الكيس ديال السكر فانيلا او الفانيليا سائله، وتقدروا تنسموا بالقشور ديال البرتقال اللي بغيتو. كنضيفوا واحد الكاس مع مرش ديال السكر، تقريبا كاس لاروب ديال السكر. تقدروا ديروا كاس اللي كيبغي الحلاوه شويه زايده، راه كاس لاروب كتجي الحلاوه مزيانه. غنخلي لكم العبار بالغرام والبالمليلتر في صندوق الوصف اسفل الفيديو. دائما العبار كنعبر بالكاس ديال العنبه اللي كيوزن 200 مليلتر، يعني الكبير. كنضيفوا الزيت النباتي تقريبا واحد 180 مليلتر، يعني كاس ما عامرش. كنضيفوا شويه بشويه، حنا كنخلطوا بالخلاط الكهربائي. من بعد ما خلطنا السكر والبيض جيدا تندمجوا، تقدروا تخلطوا غير بالخلاط العصير او الخلاط اليدوي الا ما عندكمش الخلاط الكهربائي. كنضيفوا واحد كاس الا ربع ديال الحليب، نفس الكاس ديال العنبه اللي كيوزن 200 مليلتر، وكنخلطوا داك الحليب حتى كينسجم لينا. ثم كنضيفوا الدقيق. هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال مغربل من قبل. الكيسان يكونوا ممسوحين، ودائما الدقيق كيف ما كنقول لكم كيبقى حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم والحجم ديال البيض. تقدر تحتاجوا اكثر من 2 كيسان. غادي نخلطوا مزيان على كنديروا درجه منخفضه باش ما يهبطش لينا داك البيض، وكنخلطوا غير بشويه حتى كينسجم لينا الدقيق مزيان. والخميره الحلويات غندير 2 اكياس من فئه 8 غرام لكل كيس، يعني في المجموع 16 غرام. وغادي ناخذوا المول ديالنا غندهنوه بشويه ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا الخليط راه كيكون خفيف، ما كيكونش ثقيل، باش الكيك كيجينا خفيف. وهذيك الكريمه كتواتى بزاف مع الكيك. الا كان الكيك ثقيل يعني الغليظ بزاف كيجي ما كيجيش مع الكريمه، كيجينا ثقيل وما كيجيش زوين. ضروري هكا الخليط يكون خفيف شويه، ماشي بزاف باش ما يهبطش لكم في الفران، ولكن كتحسوا به بانه خفيف. كندخلوه الفران اللي ما كنسخنوش نهائيا من قبل. كندخلوا الكيك عاد كنشعلوا الفران من التحت على درجه 180 حتى كيتحمر لينا وكنشموا الريحه. كيبانوا لنا الجناب تحمروا، عاد كنشعلوا عليه الفوق يتحمر. كيف كتشوفوا كيجي بحال جينواز خفيف خفيف خفيف، اسفنجي، كيدوب في الفم، كيجي رائع بزاف. كنخليو الكيك ديالنا يبرد، ضروري تخليوه يبرد، يعني ماشي يبرد بزاف، غير يولي هكا بالحراره ديال الغرفه. تقريبا خليوه واحد على حسب الجو. انا خليته غير واحد ربع ساعه، لان الجو كان معتدل، ما كانش الصهد بزاف وما كانش البرد بزاف، يعني خليته ربع ساعه صافي. برد، ما بقاش هكا في ديك السخونيه. وزولته من المول ووضعته على جنب حتى كنوجد الخليط ديالي او الطبقه اللي غندير من الفوق. هنا عندي تقريبا واحد 700 حتى ل 750 مليلتر ديال عصير البرتقال. تقريبا عصرت واحد 6 ديال البرتقالات كبارين فيهم العصير، يعني الا كانوا برتقالات صغار غتحتاجوا 7 او 8. كنضيفوا واحد 3 حتى ل 4 الملاعق ديال السكر حسب البرتقال. الا كان حلو ضيفوا غير 3 الملاعق، كان شويه حامض ضيفوا 4. ضفت كذلك 3 الملاعق ديال النشا، يكونوا كبار عامرين مزيان كيف ما كتشوفوا مقببين. وكنضيفوا 2 الاكياس ديال الفلون بنكهه الفاني. تقدروا تضيفوا غير كيس واحد ديال الفلون وتزيدوا ملعقه ديال النشا، يعني في المجموع ديروا 4 الملاعق ديال النشا وتزيدوا وتنقصوا كيس ديال الفلون. كيبقى حسب الرغبه ديالكم. غير داك الفلون هكا كيجي داك المذاق زوين بزاف الا درتو 2 اكياس. كنوضعوه فوق النار وكنحركوا حتى كيعقد لينا الخليط، كيصبح هكا في درجه الغليان عفوا، وكيعقد صافي. وكنكبوه في نفس المول اللي كنكونوا دهناه مزيان بالزبده، عفوا بالزيت، باش ما يلتصقش لينا الخليط. تقدروا دهنوه بالزبده وكنصبوه مباشره وهو ساخن. كيف ما كتشوفوا راه كيتقال، غير كيبان لكم وصل هكا هاد القوام متقال، يعني بدا كيغلى، دوك الفقاعات بداو كيتكونوا فيه. كتطفيو البوطه وكتصبوه في المول اللي كتكونوا داهنينه قبل بالزيت.
من بعد ما كنصبوا الخليط ديالنا في المول كناخذوا داك الكيك وكنرجعوه كيف ما كان، يعني بالشكل ديالو الاول كنحاولوا نضغطوه حتى كيبان لينا داك الكريمه اولا يعني داك الكريمه ديال البرتقال كتبان لينا خرجات من الجناب. كتضغطوها هكا بشي طبسيل او شي حاجه ثقيله. انا خليت هكا التبسيل تقريبا واحد 5 دقائق حتى تثبتات ليا الكريمه، لان التبسيل ثقيل، وزدت حطيت عليه واحد التبسيل اخر ثقيل حتى تبتات ليا مزيان، ودخلتها للثلاجه. ضروري تخليوها تبرد تقريبا اقل ساعه واحد، اقل مده يعني واحد الساعه. انا هنا كنت زربانه شويه، دخلته المجمد واحد الساعه الا ربع تشد فراسو برد. ديك الكريمه شدت فراسها هكا وبردات، لان فيها الفلون، جوج اكياس الفلون راه غادي تعقد دغيا وغتشد فراسها. خليتها كيف ما قلت لكم ساعه الا ربع في المجمد، ومن بعد خرجتها وقطعتها. كتجي رائعه. راه هذاك المول كيتزول بسرعه الا كان عندكم المول النوعيه ديالو جيده، راه ما كتلصقش نهائيا الكريمه. وهنا كاحتياط راه دهنا بالزيت، يعني ما غاديش تلصق. كونوا اكيدين ما غاديش تلصق. تقدروا ديروه في اي مول عندكم، هكا المول اللي كيكون محفر في الوسط، يعني المول العجيب او هادو او اي نوع عندكم من لي مول يكونوا هكا غارقين شويه في الوسط. كيف ما كتشوفوا راه كتجي رائعه، خفيفه، كتذوب في الفم. ديك الكريمه المذاق ديالها رائع. العشاق البرتقال غادي يحماقوا على هاد الوصفه او هاد الكيك. كيجي منعش ورائع بزاف بزاف. كنتمنى تجربوه، اكيد غيعجبكم وغادي ينال الاستحسان ديالكم. وما تنسوش دائما الا عجبتكم الوصفه تخليو ليا واحد اللايك وواحد الكومونتير زوين علاش لا، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وشكرا جزيلا على المتابعه والتشجيع. كنشكر بزاف اللي كيدعموني بلي لايك وبلي كومونتير زوينين، كنشكركم بزاف. وشكرا اللي كيتفرج وما كيديرش لايك، شكرا بزاف للجميع. ومع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله.